لو انت واقع بس قررت النهارده تبدأ هتوصل. خد بالك ان كل حاجة في حياتنا بايدينا، ودايما في كده يقول لك في الامثال الصينية: ان تمشي بطيئا خير من ان تقف تماما، وان واللي تمد احسن من اللي يمشي بطيء، واللي يجري احسن، وهكذا. بس في حالة احسن من حالة. هات اخرك، اعمل عليك وهات اخرك. الناس ما كنتش تعافر على اللي انت عايزه او على مستقبل، او تعافر عشان حلم، او تعافر عشان حاجه نفسك فيها. هتعافر امتى؟ بالله عليكم ما تضيعوا امل ابوكم وامكم فيكم، والله لسه في وقت. لو انت واقع بس قررت النهارده تبدأ هتوصل. لو انت واقع وقررت تكمل وقوع النهارده، من انت تسرح بقى في حصه، ما تركزش يمين ما تركزش شمال، تطلع تليفون تلعب بيه، تسمع كلمه فانت لازم تقعد مع صاحبك وهات يا كلام، كل ده يا باشا هيرجعك في سكه والله ما هترجع منها. والله ما هترجع منها. النهارده اخر يوم ليك في ان انت هتعمل ايه؟ تفضل تايه ولا تركب معانا يلا نوصل بقى في السكه اللي احنا كلنا عاوزينها؟ براحتك، ودي اخر فرصه. خد بالك ان كل حاجة في حياتنا بايدينا، ودايما في كده يقول لك في الامثال الصينية: ان تمشي بطيئا خير من ان تقف تماما، وان واللي تمد احسن من اللي يمشي بطيء، واللي يجري احسن، وهكذا. بس في حالة احسن من حالة. 4 شهور واللي عدى منك 5 شهور، الفرق شهر. طب انا لو عملت دبل الضعف، او لو ضربت في 2 اكس زي ما انت بتعمل في 2 اكس كده في الفيديو، طب ما انا اقدر. لو ضغطت على نفسي شويه اقدر اعوض واعمل حاجات كتير جدا. كل حاجه بايدك، اللي فات يتعوض يتلحق. مجهود شويه، هي سنه تعب. محدش قالك ان انت هتلاقيها سهله. محدش وانت داخل ثانويه عامه قالك خد بالك انت هتلاقي نفسك بتدلع عشان لا، مفيش الكلام ده. انت داخل عارف ان هي سنه شقه. انا هشقى، انا هتعب. قول لنفسك كده، قول لنفسك انا هتعب عشان ربنا يكرمني، انا هتعب عشان تعب ابويا وامي، انا هصلي وهدعي ربنا باللي انا عايزه. اصل الشيطان بيجي لي يقول لي وانت بتصلي ربنا عارف ان انت مش بتصلي عشانه. ربك كريم قوي، اكبر من ان انت تبقى بتصلي عشان خاطر الموقف. هو عايزك تصلي، هو بيحوجك ليه بكل الطرق. عايزك صلي وادعي ربنا باللي انت عايزه، وابدا وذاكر يا محترم، ذاكر وانت هتلاقي الدنيا اتغيرت معاك 180 درجة. ابدأ. ونصيحتي بقى وانت بتبدأ، ما تكترش مشاكلك. عالج مشكلة، فتت المشكلة تبقى حاجة صغيرة تعرف تعالجها. طبعا يا جماعه انا مدرك تماما ان الايام عماله تمر عليك صراعا بسرعه. ده شيء انا موقن منه، وده بيحصل معايا انا كمان. لان انا بص ما بصدق اروح اخلص الف ارجع اسافر القاهره ارجع تلاقي الاسبوع لف. يا جماعه اين العمر؟ انا لا اراه. حبيب قلبي، الموضوع محتاج منك حاجتين. اولا قرب الى الله سبحانه وتعالى، قرب لربنا شويه عشان ما تحسش بالخوف، عدم الطمانينه اللي الناس فيه ده يا جماعه. لان الناس صدقني في كتير من الاوقات بعيده عن ربنا، مش مقربه، وطول ما انت بعيد هتظل خايف. دي حاجه. الحاجه رقم 2، طول ما انت قريب من ربنا يا راجل يا طيب، ربنا سبحانه وتعالى اساله العون هيعينك. اقف بباب ربنا والجا اليه، هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيساعدك. كفايه بس شعور الاطمئنان بقربك لربنا، ان ربنا سبحانه وتعالى قريب منك. ده ربنا قال كده: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. طب انا دلوقتي ضايع بمعنى الكلمه. في امل فيا؟ والله على حسب. لو انت بدأت تتغير من طريقة شغلك وطريقة مذاكرتك ففي امل فيك. انا بفترض افتراض ان جاي لي طالب ضايع، كان عنده ظرف ايا كان الظرف اللي هو فيه، وخلاه ما يذاكرش ولا كلمة لحد النهارده، وقرر من النهارده ان هو من جواه كده حاجة تتغير. انا خلاص ان شاء الله ربنا كرمني وهداني وهبدأ اذاكر. في امل؟ في امل. طبعا اكيد اللي فات مننا على مدى السنه اكتر بكتير من اللي باقي، بس احنا عندنا مشكلتين دايما. احنا دايما بنكبر الامور ونهولها زياده عن اللزوم. ما تبصش وتفكر في اللي ناقص واللي جاي وفاضل قد ايه وهعمل ايه وهل هلم ولا لا وهجيب ولا مجموعه ولا لا. بص وراك وشوف التعب اللي انت تعبته، وهل انت عندك استعداد ان المجهود الجبار اللي انت عملته اللي فات ده كله تضيعه؟ لو هان عليك انك تضيعه راح. حط في اعتبارك نقطة: ناس كتير جدا بتبدأ بدايات عظيمة وبيعملوا خرافات في البدايات، لكن بينتهي ضعيف.
بيتنسى كل اللي عمله. وفي ناس ممكن تبدا ضعيف ويكون من اول السنه ممكن لحد وقتنا هذا ما عملش كويس قوي، ما استعدش قوي، ما كانش بيحل كتير، ما كانش بيذاكر باستمرار، في حصص كان بيغيب فيها، كان مستهتر، في ماده وقع فيها شويه، بس جه في الاخر ختم ختام قوي. الناس او حتى الناس المحيطين هيعتقد ان هو بدا قوي، لان هو نهايه قويه جابت نتيجه كويسه. فحضرتك لو انت اهملت في اللي فات تقدر جدا تعدل ده في التراك. وعلى فكره اوعى تستهون بالرقم اللي باقي ده، انت فاضل لك وقت كبير مش قليل، خلي بالك وقت كبير مش قليل، والوقت اللي باقي لك ده انت تقدر تلم فيه الدنيا قوي. وقت معاك وقت تلم اي حاجه، خلي بالك والله العظيم لو في ماده كامله ما بدات فيها اقسم بالله تقدر تبدا فيها دلوقتي. بس الموضوع محتاج منك حاجتين، محتاج منك وقفه مع نفسك. يعني وقفه مع نفسي يعني يبقى عندي اراده ان انا اعمل ده، مش اللي هو انا اكسل اخمل احبط، لا انا هعمل، انا هذاكر. فلازم انت الايام اللي انت فيها دلوقتي دي تستجدع مع نفسك وتعمل ايه؟ انا النهارده هذاكر كذا، انا مش هقوم غير لما امسك الكتاب ده هلهله خلص كذا. مفيش حاجه هتلهيني، ولا نت ولا فيس ولا تلفزيون ولا مكالمه ولا خروج ولا اي حاجه، ولو حتى لو في مشاكل في البيت عندنا تفكيري في المشاكل مش هيحلها ولا هو اللي هيوجد لها الحل، بالعكس ده اختبار من ربنا. ربنا بيختبرك عشان يشوف مدى قوتك ويجازيك على مدى صبرك. انت الجمله الشهيره ابدا بقوه بنيه جديده. يعني ايه بنيه جديده؟ ان كان في تقصير في اللي فات دع التقصير فيما مضى. القاعده دايما بقولها كده والله، ودي قاعده الواحد ماشي بيها نهج في حياته، كن محسنا فيما بقى. احسن دايما في اللي فاضل، فلربما تجزى عن الاحسان بالاحسان. انت لازم تضغط على نفسك وتتحمل شويه وما تقلقش، ربك لما يديك حمله ايد بيديك كتف يشيل. ملخص الكلام سمعنا صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بن الخطاب كان بيقول ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه. السماء مش هتمطر لك ذهب وفضه، امال ايه؟ السعي. هات اخرك، اعمل عليك وهات اخرك. الناس بقى انت عايز تبقى مختلف في حياتك، ناجح كويس، مستور الحال، ميسور الحال، وصلت الحلم او تارجت معين، سبحان الله. طالما عايز تبقى مختلف في حياتك يبقى كواليسك مختلفه، اللي ورا الكاميرا مختلف، اللي ورا عيون الناس مختلف، ابتلاءات شويه وشويه صعاب شويه مختلفه، فتحملها وزق نفسك وعافر طالما تقدر. فلازم يكون عندك صبر وطاقه. انا عارف ان انت تعبت واتفرمت واتفرهدت وطاقتك مش زي اول السنه، وده طبيعي. اللي بيجي يدخل مره صم بيجي في اخر الطريق بيتعب، بس اول ما بيشوف خط النهايه قرب بيفرح، وده بيشده انه يوصل اكتر ويبص وراه يشوف هو جرى قد ايه، فده يحفزه يكمل اكتر. فانت ما تجيش في اخر الطريق وتضعف. ما كنتش تعافر على اللي انت عايزه وعلى مستقبل، او تعافر عشان حلم، او تعافر عشان حاجه نفسك فيها، هتعافر امتى؟ اما كنتش اصلا لازم تعافر عشان رضا ربك. ما هو يسالك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته، الطالب مسؤول عن دراسته وده شغله، الشاب الراجل اللي في بيته، اللي في موظف في شركه، حياتك وايامك مسؤول فيها عند ربنا سبحانه وتعالى. ملخص الكلام ان ما كنتش تسعى اصلا وتضغط نفسك شويه علشان ربنا يرفعك درجات في الدنيا وتكون في حال افضل في الدنيا ويرفعك درجات في الاخره، لان ده في ميزان حسناتك. الاثنين شوفها. خد بالك، بقولها كل حصة وبقولها 20 حصة. اللي باقي لك ما يتخطاش 4 شهور بالامتحانات، بس اللي باقي لك بعد ال4 شهور في حياتك انت بتاع 18 سنة صح؟ 18 سنة دول هتقعد لك حبة حلوين في الكلية، وعلى حالهم حبة كتير قوي، ربنا يديك الصحة وطولة العمر يا رب لحد ما توصل للستينية وانت شغال في وظيفة او ايا يكن الكارير اللي انت اخترته لحد ما توصل لل60. تحسبهم كده ما يقولوش عن حاجة و40 سنة. احسب كده اللي بقى لك في الثانوية العامة 4 شهور. ال4 شهور دول قدامك سكة من 2 ما لهمش تالت اصلا. ما هو انا يا تعادلت يا ما تعادلتش، بين البنين دي ما بتنفعش. يا تعادلت وربنا كرمني ووفقني وركزت ودخلت الكلية اللي انا عاوزها، هتعب جوه الكلية من قالك مفيش تعب، ده الثانوية اخر الراحة، اللي جاي بعد كده كله طين. بس طين وانا في حتة حبيبها ولا طين وقطران وزفت على دماغي في حتة كارهها؟ استنى بس، ده انت اتخرجت من الكلية اللي انت حبيبها الحمد لله، هتشتغل وظيفة انت حبيبها. الوظيفة اللي انت حبيبها الحمد لله، رحت في معايير اجتماعية انت حبيبها، اصدقاء العمل والشغل والكلام ده كله، الجوازة اللي هتتجوزها شكلها عامل ازاي، المكان اللي هتسكن فيه، شكلك الاجتماعي ايه، عيالك لحد 60 سنة. كل ده معتمد على كام شهر؟ 4 شهور.
وعلى النقيض بقى، طب انا دلوقتي الحمد لله ربنا كرمني واتدلعت في ال4 شهور، ريحت اصلا بفرهد من المذاكره انا اصلا. ماشي يا حبيبي فرهد من المذاكره، هو انت اصلا التعب اللي انت كان المفروض تتعبه ان انت تقعد على كرسي ومعاك قلم في ايديك في كام كتاب وتسمع كلام الناس، كل الفلوس متوفره لك، كل المصادر متوفره لك، كل حاجه قدامك. ده كان التعب اللي انت المفروض تتعبه. يلا خش بقى لا مؤاخذه في اللفظ يعني اتفحت في كليه انت مش حاببها، دراسه مش لايقاك ولا كانت طموحك، تطلع بقى الله اعلم الكليه اللي انت مش حاببها اللي انت دخلتها نظرا لنقص مجموعك مش لطموحك فيها هيوظفك ولا لا، ولو اتوظفت هتعيش شغلانه ايه اللي انت عاوزها دي. طب لو ما توظفتش اصلا بالكليه هتعمل ايه؟ تبدا تدور بقى تشتغل اي حته في اي حاجه واي بتاع. طب ولو انت ما اشتغلتش الشغلانه اللي نفسك فيها، ما قبضتش المرتب اللي نفسك فيه، هتعيش فين؟ تتجوز مين؟ هيبقى الدنيا ايه؟ شكلك في ال40 سنه جايين ايه؟ انت متخيل يا ابني؟ والله العظيم يا ابني انت لو فيك 1% مخ بيفكر بس، لا تاكل الكتب اكل من هنا لحد ما تخلص امتحانات. حاجه اخيره، انا بس عاوز افهمك على حاجه. انا حارق دمي معاك كل حصه ليه؟ عشانك والله. خد بالك انت لما ربنا يكرمك وتخش كليه نظيفه انت اكتر واحد مستفيد. ولو ربنا ما كرمكش وما وفقكش انك تتعب، هتخش كليه مش نظيفه، صحي الصبح بتلبس قدام المرايه بتتف على الشخصيه اللي فيها عشان هي السبب في اللي وصلنا اللي احنا فيه، ورايح الكليه الزباله مع الناس الزباله اللي انت مختارهم. متنكد انت صح؟ بس انا مش متنكد، انا اصلا هبقى نسيتك وقاعد عايش حياتي ولا فارق لي انت فين اصلا. هفرح لك بس انت يعني لما تبقى زعلان ومقهور من اللي انت عملته في نفسك انا هبقى زعلان؟ يكش تولع. انا عملت اللي عليا ورضيت ضميري باني كلمتك مره واثنين وثلاثه. انا مش مطالب اعمل لك خطه تمشي عليها ولا مطالب اقعد ارجع لك على القديم. انا مطالب اشرح المنهج اللي انت جاي عشانه. هل انا مجبر على اللي انا بعمله معاك؟ ده عشانك انت والله. ان شاء الله ربنا هيكرم ولو واحد من القاعدين بدا يغير فكره وقال انا خلاص هسترجل مع نفسي، انا راضي. 4 شهور صدهم 40 سنه. تبقاش متخلف. الساعه اللي بتتعبها دلوقتي بتريحك قدام 1,000,000 ساعه. ما تبقاش متخلف وتستخسر التعب. وخد بالك هي لازم تعب. تعبت تعبت اتعب تاني. ما هو اي حد بيجي يدعي لك دعوه يقول لك ايه؟ روح يا ابني ربنا يجعل تعبك في ميزان حسناتك، روح ربنا يجعل تعبك في فايده، روح ربنا يديك على قد تعبك. إيه؟ دعوه مشروطه دايما بالتعب. ما بتتعبش مفيش دعوه. هو الناس بتدعي مين؟ اللي تعبان مش اللي قاعد متدلع ومتمرقع. بالله عليك يا ابني ما تستخسر تعبك، اتعب افحت وانحت في الصخر. بس في نقطه، بيجي لي مثلا بعد الحصه نقول 10 افراد يسالوا. ال10 افراد اللي جايين يسالوا في منهم 1 أو 2 انا واثق ان مخه الدراسي مش عبقري، والاسئله اللي بيسال فيها اسئله هايفه، بس يعني ما اقدرش احرجه. بس بيني وبينك هو مش هيخش كليه نظيفه، بس ده تعب واجتهد وما استسلمش. الشخص اللي تعب واجتهد وما استسلمش ده هو ما دخلش الكليه س ولا الكليه ص، بس انا بقول لك حياته هتبقى نعيم. ليه؟ تعب. وحياته لو كان دخل الكليه الثانيه س وص اللي هو كان نفسه فيها كانت هتبقى جحيم. ربنا اللي اختار له. عارف انت لما بتتعب ربنا اللي بيختار لك، لما بتدلع التنسيق اللي بيختار لك. انت حر. شوف بقى عاوز مين يختار لك؟ يختار لك الانسب لك. انت حر. مصلحتك انت اللي اولى بيها. ربنا يا ابني يهديك لنفسك. ربنا يهديك لنفسك. خد نفس كده ونية خير ان شاء الله من النهارده انا هحط رجلي على الطريق. من النهارده كفايه بقى دلع، ما بقاش في وقت للدلع والهبل والسرحان. بالله عليكم ما تضيعوا امل ابوكم وامكم فيكم، والله لسه في وقت. والله ال4 شهور اللي فاضلين دول يعملوا بلاوي. فشدوا حيلكم واقفلوا الموبايل، الدنيا هتفرق معاكم كتير. وافتكر دايما الجمله دي، امسك فلوسك قبل ما تدفعها، افتكر ان ابوك وامك شايلين فيها بجد. والله متعوب فيها. قبل ما تدي فلوسك لاي حد، انا والله يا بابا باخد حقك، والله العظيم بركز بيها.